نهى من المانيا. نهى. ايوه مساء الخير. مساء النور. سيد صالح. اهلا بيك. بقول لك يا سيد صالح، ايوه المؤتمر الاقتصادي هينجح رغم انف الجميع. حلو. والسيسي ده جزمته برقبه اي. طيب كيري جايب لك كم يعني من الاستثمارات؟ وزير الخارجيه الامريكي. انا عن نفسي مستعد اجوع. انا مستعد اجوع والسيسي ينجح. ما شاء الله، كله هذا حب. كيري جايب لك كم يعني من معنا ايضا احمد اخر من مصر. احمد. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. والله انا احب اقول شويه التسريبات الخايبه اللي نزلوها عن السيسي دي. اقول لهم يوميها الرئيس الفرنسي رد عليكم. الرئيس الفرنسي هو اللي رد عليكم، قال لكم مصر اشترت ب5 مليار. وشويه البهايم اللي فاكرين التفجيرات دي هتقطع الاستثمارات، اقول لهم فوق الاستثمارات عند قناه السويس الجديده بعيد عن ايديكم النكسه. شويه بهايم بيفجروا عبوات بدائيه. فوق. طيب. مصر اكبر من شويه بهايم. طيب احمد يعني بغض النظر ان كانوا بهائم ام ارهابيين ام ثوار، انا لا ادري على كل حال ولا ادري ماذا تقصد بالضبط احمد، ولكن يبدو انك يعني لا تتابع التلفاز الان. هذه القصه، هذه التسريبات وغيرها تجاوزناها، الان لديك مؤتمر اقتصادي، هل انت مدعو ام على الاقل لديك بشائر خير من هذا المؤتمر الذي سيعقد غدا في شرم الشيخ؟ الاستثمارات ان شاء الله هتيجي عند قناه السويس الجديده ومحدش هيقدر يقرب منها، ومحدش يقدر يهوب زي ما قال لك كده البيه ما نقدرش نعدي قناه السويس. البيه قال لك ما نقدرش نعدي قناه السويس. حلو، ولكن يا احمد انا لا ادري طبعا مستواك التعليمي وكيف يعني ما هي المؤشرات التي تؤكد لك. بس انا اتخنقت من الغباء. يا احمد يا عزيزي، يعني انت تتوقع انه في مستثمر ياتي لبلد مهتز امنيا ومهتز سياسيا؟ ان شاء الله المستثمرين هيجوا، لان مصر دي هي اللي هتنقذ العالم من اشكالكم. الله اكبر الله اكبر. شكرا لك احمد من مصر، اشكرك. انا اضحك بالفعل لانه في ناس عايشه يبدو في المريخ. مصر ستنقذ العالم من اشكالنا، من نحن وليش مصر ما شاء الله يعني حريصه على ازاحه صاحب الراي الحر. يبدو أن كل الأحرار مطاردين في مصر وفي خارج مصر. مصر الحالية لا تريد القضاء إلا على من يدافعون على الحرية. ليش؟ ما شاء الله عليه، وتجد من يدافع عن هذا الخطاب طبعا. أحمد من مصر أحد هؤلاء. طيب محمد من الإمارات. تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أخي الكريم، أنت لازم تغير برنامجك عن مصر وتغير الأسلوب اللي أنتوا بتتعاملوه. لو سمحت سيبني أتكلم بس، يعني عشان أنت بتسمع. لا تفضل. إذا استمريت بخطاب لبق وليس فيه خطاب نابي ولا إساءة، تفضل يعني مهما كان موقف. لا من حقك، شكرا على كلامك. تفضل. حضرتك لازم تغيروا الصورة دي عن مصر. أنتوا أصلا مستقصدين مصر. قطر وتركيا بتدفع لكم مرتبات عشان تسيئوا لمصر اصلا انتوا. ومصر كبيره ومحافظاتها كتيره وناسها كتيره، دول 90 مليون اخويا. يعني انت مركز على 5 مليون تعبانين. اي دوله بتبقى فيها مشاكل، سامعني ولا لا؟ طيب محمد، جميل هذا الكلام وهذا، وانا اشكرك على ذلك. انت ومن حقك حضرتك يعني ما تقعدش كل يوم عامل برنامج على مصر. كفايه الخونه اللي قاعدين في تركيا والخونه اللي لسه مكلمينك دول اللي هيجين. طيب على كل حال هؤلاء الذين تسميهم خونه محمد هم مصريون مثلك يعني في النهايه. ماشي، هم مصريين بس دول اصلا هم تبع الاخوان وبيسيئوا للبلد، يعني خساره فيهم اكل العيش دول. طيب الاخوان كانوا يحكمون مصر منذ ايام. يا ابني انت شفت السيسي ده راجل وطني، ده راجل محترم، ده راجل وطني. لكن الثاني مرسي الخاين اللي عاوز يبيع سينا اللي يديها لحماس ويديها عشان حماس تيجي تقعد عشان يرضي اسرائيل وامريكا. يا راجل انت ما زلت تصدق الاسطوانه هذه يا محمد. يا محمد انا اسالك، ما هو مستواك التعليمي؟ اعذرني في هذا السؤال. انا معايا، انا محاسب.
يعني معاك شو إجازة ولا دورة عادية؟ بص انا اقول لك حاجه، انا ساكن في مصر، كل الحي وكل المدن عندنا والمحافظات راحت رشحت السيسي، هم قله قليله اللي طيب منذ قليل احد المشاركين قال ده كان زمان الناس وانت مش متابع. يا عم انت ده الاخوان دي متعقده يا استاذ صالح، دي الاخوان دي متعقده وانتوا بتشجعوها. يا اخي دعك من الاخوان يا رجل يا محمد، صدقني انا نصيحه لله، القصه مش قصه اخوان، القصة قصة حرية وأمل ومستقبل لمصر، قصة ديمقراطية. انسى الإخوان يا سيدي، الإخوان كل ما تقولوا أنت فيهم ربما أبو الحرية عندنا أكثر صحف. وين الحرية الآن يا رجل؟ أنت تستطيع يا عم افتح اسمح لي أكمل لك يا رجل. دعك من هذا الخطاب وأنك تغطي على راسك. أنت لا تضع قبعة على رأسك، قبعة الآخرين لا تضعها. فكر كإنسان، أنا أنصحك وأنصح كل من يتابعنا في مصر، فكر كإنسان وانظر لنفسك في المرآة. الآن اسمعني يا رجل، دعك من هذا الخطاب. 8 سنين وخلي الإخوان تقعد. يا محمد يا روح قلبي، يا محمد يا حبيبي، أنت الآن تستطيع أن تخرج للشارع وتقول لا للسيسي؟ لا. نعم. أنت تستطيع تخرج للشارع وتقول أنا أطالب برحيل السيسي؟ الراجل حتى لو الراجل لو قتل ابني انا برضه راضي بيه وبنحبه كلنا وكل عيلتي وكل. طيب شكرا لك، يعني انا لا استطيع ان اتكلم معك اذا كنت عبد لهذا المستوى، مع احترامي لك. حتى لو قتل ابنك انت بتحبه، يعني انت عايش في مكان اخر، لست على المعموره يا حبيبي. بني البشر الان كلهم احرار. انت تخلق، انت تتحدث عن عبوديه وسعيد بالعبوديه، شو اعمل لك يعني؟